السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ديزاين جديد. التورته بتاعتي هنا يعتبر كيك ميني لانها مقاس 16. حابه اقول لكم كمان ان الاوردر بتاعنا ده ان شاء الله هتلاقوا فيه تكنيك كده مختلف للناس اللي بتعمل عجينه السكر على الكريمه وبتسيح معاها. ان شاء الله برضو هتلاقوا تكنيك مختلف المره دي، لاني هقول لكم على حاجات كده تقدري تثبتي بيها عجينه السكر وان شاء الله ما يبقاش فيها اي قلق خالص وانت شغاله. انا هنا معايا دلوقتي الكيك مقاس 16 ورشيت كده. الكيك عندي سقسقته بميه بسكر، وحطيت عندي الكريمه شوكليت زي ما انتم شايفينها. طبعا انا قلت لكم الكريمه اللي بستخدمها كريمه لباني ريتش المتحده. وكمان بحط كده نوتيلا زي ما انتوا شايفينها كده. لو ايه هي قوامها مش هيبقى سائل معاكي كده تقدري تخففيها بمعلقه من الزيت وهتلاقي قوامها سائل كده زي ما انت شايفه. بس لو هتلاحظوا اني انا مش مخففاها قوي عشان انا عايزه القوام بتاع النوتيلا يبقى باين كده في التقطيع وهما بيقطعوا في التورته. كده خلاص انا خلصت طبقات الكيك. عملت الكيك كده مكون من 4 طبقات عشان الارتفاع عندي معين. وبعد كده حطيت عندي الحشوه اللي احنا حاطينها من جوه نفس الحشوه اللي احنا حاطينها من بره، هي نفس الكريمه. كريمه لباني ريتش متحده زي ما انتوا شايفينها كده. بحط هنا طبقه بسيطه جدا، بعملها كده بالاسباتيولا وبتبتدي ان هي تتفرد معايا. لو انتي مبتدئه واول مره تعملي كيك فما انصحكيش ان انتي تاخدي الخطوه دي، وخدي الخطوه ان انتي تحطي الكريمه في الكيس وتبتدي ان انتي تشتغلي عليها على التورته. عملتها معاكم اكتر من مره، تقدري ترجعي للفيديوهات وتشوفيها. انا هنا تمام كده شغاله فيها على طول، وهبتدي اديها كده شرب اتش وهظبط معايا الحواف بتاعه التورته عشان انا خلاص هشتغل على المجسم بتاعها. يعني لازم تكون معايا مظبوطه لاني انا هحط عليها عجينه سكر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. هيبقى اصلا الكيك بتاعي باين. انا هنا عشان يديني سطح املس زي ما انتوا شايفين كده الاسباتيولا والسكرابر بتاعي بغسلهم بميه سخنه. انا حبيت ان انا اسيب لكم الخطوه دي ما سرحهاش قوي عشان تشوفوا قد ايه ان احنا بنعمل تفاصيل مهمه جدا. ممكن الناس اصلا ما تبقاش واخده بالها منها لكن بتبقى مهمه جدا في الشغل بتاعنا، ان احنا لازم نظبط الشرب اتش بتاع التورته. جبت بقى عندي هنا شويه نشا ورشيتهم كده على الطاوله عندي. والالوان اللي انا عاملاها في عجينه السكر دي هي كانت عجينه بيضه، وانا اللي حبيت اعملها كده بالالوان دي لاني لو جبت الالوان جاهزه مش هلاقيها بنفس الدرجات دي. فحطيت عندي بيج وبني وزيتي، بس الزيتي جه معايا غامق شويه. حبيت هنا كمان ان انا افردها واسهل على نفسي مجهود جامد جدا. لاني لو فردت مش هوصل للسمك اللي انا عايزاه ده. جبت عندي دي المكنه بتاعه اللازانيا او مكنه الشعريه، مش عارفه انتوا بتسموها ايه، بس بتفرد معايا عجينه السكر وبتخليها طبقه رقيقه جدا وبيبقى فيها مستويات وانت اللي بتقدري تتحكمي في المستويات بتاعتها. فردت بقى عندي هنا القاعدة يعني الأساسية عندي هتبقى البيج، وبعد كده بحط قطع كده من البني عشان أوزعها كده بشكل عشوائي. وبعد كده هقطع برضو الجزء الزيتي وهحط منه برضو جزء بسيط صغير كده منه عشان برضو يديني شكل عشوائي. احنا كده التورته بتاعتنا احنا بنعملها على شكل بدلة الجيش. بصوا هنا كده بخليها تاخد من النشا معايا عشان تتشمع وتنشف، وهي اصلا يا بنات انا عاملاها من الاول. يعني وانا بعجنها وبلونها كنت بعجنها حاطه معاها بودره سي ام سي. لو هتلاحظوا كمان ان هي موجوده جنبي، لان السي ام سي هي اللي هتنشف معاكي العجينه بتاعه السكر وتخليها ما تبقى سهله جدا ان هي تسيح معاكي على الكريمه. ده غير التكنيك التاني اللي احنا لسه هنعمله. زي ما انتوا شايفين كده اللون الزيتي هو كان عايز يفتح سنة، بس هو اغماء معايا فقلت مش مشكلة هشتغل بيه على كده. هبتدي اقفل كده، حسيت ان هي هتاخد مني وقت برضو وجهد كبير، فقلت لا احطها برضو في المكنه بتاعتي دي بتنجز معايا. حتى ابني لقاني هنا بعافر فمسك معايا المكنه عشان انجز على طول. هي بتبقى ليها قاعده بتتثبت على الترابيزه عندك او على الرخامه، بس انا للاسف ولا نفعت تتثبت عندي على الرخامه ولا على الترابيزه. انا هنا بقى كده جبت حاجة اساسية. جبت ورقة وحطيت عليها كده الجيوب. تقدري تستغني عن الورقة ديت عادي جدا. انا لو الاوردر ما كانش خارج بره، يعني ما كانش هيخرج مسافة بعيدة، ما كنتش عملت الموضوع ده. لكن انا الاوردر كان خارج معايا بره فكنت حبيت اعمل الموضوع ده عشان للامان ان مفيش حاجة تتزحلق معايا.
وبعد كده حطيت عندي الجيوب، وببتدي ان انا بجيب الادوات دي بتاعت عجينة السكر، ببتدي اعمل بيها تجزيعات كده كأنها تجزيعات بتاعت الخيط، القماشة متخيطة. بصوا كده باينة قوي. وهنا قطعت بقى تقطيعات عشوائية كده من القماشة اللي انا عملتها من عجينة السكر، وقطعتها كده قطع عشوائية عشان هنحطها برضو بشكل عشوائي. انا كان لازم اعملها على بعضها عشان تديني اشكال عشوائية مش متناسقة، لكن لو عملت قطع قطع كان هيبقى شكلها منظم، وانا ما كنتش عايزة كده. وبعد كده بعمل هنا المجسم بتاع العراوي، اللي هو الجزء اللي بيتحط فيه الزراير. برضو زي ما انتوا شايفين كده بدوس عليه بالأداة بتاعة عجينة السكر اللي هي المنقطة، وكمان بعملها مجوز عشان تبقى واضحة وباينة معايا. جبت بقى هنا شوكولاتة خام، مدوباها بس بمعلقة من الزيت عشان تدوب معايا. وممكن تقدري كمان لو هي هتدوب معاكي والجو حر معاكي خلاص تدوبيها لوحدها على حمام ميه. وحطيت منها على عجينة السكر كده عشان ما العجينة ما تبقاش منها على طول لعجينة السكر، سوري، العجينة ما تبقاش منها على طول الكريمة، يبقى في عازل ما بينهم اللي هي الشوكليت. وده عامل اساسي جدا، مش هيخلي التورتايه تأثر، يعني الكريمة تأثر معايا على عجينة السكر. ده عامل اساسي مهم جدا. مع اني انا حاطه للعجينه سي ام سي، فهي كده كده اوريدي مش هتتزحلق، بس انا برضو زي ما بقول لكم ان الاوردر كان خارج معايا بره، فانا يعني حاطه كل احتياطاتي، حتى الياقه اللي انا حطاها ديت عشان هي تقيله، فثبتها بعصيان شيش طاووق كده او خله اسنان، بحيث ان هي ما تتهزش منها في الطريق، او ما تتهزش في الشحن. باحط كده الاجزاء بقى اللي انا مقطعاها عشوائي، واملى بيها بقى ايه التورته. زي ما انتوا شايفين كده انا كاتبه الكلام كمان بنفس الشكل العشوائي بتاع بدلة الجيش، فكان شكله تحفه جدا. هو كان محتاج بس هنا البورد يكون افتح من كده، او كمان الكتابه اللي انا كاتباها باللون الاسود كانت محتاجه ان هي ما تبقاش موجوده، يعني هي الكتابه كمان الانجليش احلى بكتير من الكتابه العربي، عشان اللون غامق، وكمان عشان القاعدة كمان بتاعتها مش مبيناها، مش ظاهرة. بس كان بقى ده اللي كان متوفر عندي في الوقت ده. نيجي بقى لمرحلة التبريد. مينفعش اي توتة احنا مستخدمين فيها عجينة سكر ندخلها التبريد من غير ما نغلفها، لازم الاول تتحط في علبة محكمة الغلق، وبعد كده ندخلها سواء تلاجة او فريزر. مينفعش لان العجينة هتعرق معانا وتعمل مية. ده بقى كان شكل الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي تحت في التعليقات وانا هرد عليه في اسرع وقت. يا رب يكون التورته بتاعت النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم بقى متنسوش تدوسوا لايك. يلا اشوفكم فيديو جديد. باي باي.